السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة هنعمل وصفة للناس اللي بتحب الشوكولاتة والمعجنات. وصفة سهلة ازاي من غير تشكيل ولا قلي، خفيفة جدا وهتطلع منكم هشة وطرية، من اجمل واحسن المعجنات الحلوة اللي جربتها وعجبت كل اللي اكلها. طبعا غير خفية العجينة الغير طبيعية وقوامها المظبوط. وممكن كمان تتخزن في الفريزر ونطلعها لما نحب ناكلها، تتسخن في الميكروويف او نسيبها شوية تفك كأنك بالظبط لسه عاملاها. من احلى وصفات المعجنات اللي هتجربوها. تعالوا نشوف حضرتها ازاي، وهنتكلم على المكونات. بس ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لقناتي و... واللي لسه جديد وما اشتركش يشترك في القناة. زي ما تعودنا في اي وصفة هنسمي الله ونصلي على رسول، وكمان هندعي لاخواتنا في فلسطين اللي هم جبر يتعجب منه اهل السماء والارض، ربنا يرحم شهدائهم وينصرهم ان شاء الله. هنصلي بقى على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول حاجة تعالوا كده نشوف ايه هي مكوناتنا وايه اللي هنحتاجوه في العجينة بتاعتنا. اول حاجة هنحتاج 3 كوبايات دقيق، يعني 375 جرام. هنحتاج كمان معلقة خميرة ممسوحة 5 جرام. هنحتاج ربع كوباية سكر 50 جرام. هنحتاج كوباية حليب دافي 200 ملي، ونص معلقة صغيرة ملح. وهنحتاج كمان معلقتين كبيرة زبدة، يعني 50 جرام. كل المقادير هكتبها لكم في صندوق الوصف تحت، عشان تبقى سهلة عليكم تقدروا تخشوا تتفرجوا عليها تاني. هنحط الخميرة مع السكر مع شوية من اللبن، يعني نص كوباية اللبن هناخدوها كده. تكون اللبن يا بنات دافي، ما يكونش بارد ولا يكون سخن قوي. هندوبوهم مع بعض كده ونسيبوهم على جنب لغاية لما الخميرة تعمل فقاقيع كده، عشان نتأكد ان الخميرة بتاعتنا مظبوطة. هنجيب طبعا الدقيق، هنحط عليه رشة الملح اللي قلنا عليها اللي هي نص معلقة صغيرة. هننزل عليه ببقية السكر، عشان احنا مخدناش السكر كله، احنا خدنا معلقة. هننزل عليه ببيضة. البيضة يا بنات بدرجة حرارة الغرفة، يعني تطلع من التلاجة مش أقل من ساعتين. هننزلوها. هنحط كمان ايه يا بنات، هنحط طبعا بقية اللبن اللي احنا سيبناه. هنحط الزبدة، هنحط الخميرة اللي احنا عملناها وسيبناها على جنب. هنقلب بقى كل المقادير دي. الأول هنقلب البيضة، وبعد كده هننزل بايه بالخميرة بتاعتنا. بصوا عملت ازاي يا بنات، شايفين؟ انا عايزاها كده كده تدل ان الخميرة بتاعتنا نشطة. هنقلب بقى الدقيق مع الخميرة، وهننزل بباقة اللبن. طبعا نوعية الدقيق بتختلف من دقيق للتاني، ممكن تحتاجي لبن تاني معلقتين، ممكن ما تحتاجيش. بس احنا هنبدأ في البداية كده بكوباية لبن 200 ملي. هنبدأ نعجن في العجينة. شايفين هي بتلزق، بس مش في ايدي، ما بتلزقش في ايدي، تلزق بسيط. تمام. هنفضل نعجنها قد ايه يا بنات؟ هنعجنها لمدة 5 دقايق. بعد ما عجناها 5 دقايق، شايفين يا بنات لمت ازاي مع بعض؟ هنبدأ ننزل بقى ايه، ننزل بمعلقتين الزبدة اللي احنا قلنا عليهم درجة حرارة الغرفة يا بنات، ما يكونوش ساقعين. هنبدأ كده ننزل بيهم، وهنعجن كمان 5 دقايق. هندخل الزبدة دي او السمنة، ممكن تستخدمي سمنة عادي. هتبدأ تخش كده في العجينة، تحس ان هي بتقطع منك، لا هي ما باظتش. اعجني فيها كمان 5 دقايق 10 دقايق، لغاية لما تلم معاكي. طبعا لو عندك عجان حطيها في العجان. انا بعملها كده للناس اللي ما عندهاش عجان. تمام. بصوا لمت ازاي وبقت طرية وهشة. وبصوا البولة بتاعتي ما فيهاش ولا نقطة دقيق. هنبدأ نحط في البولة شوية زيت، وفوق الوش شوية زيت، ونغطيها لغاية ما تخمر. لمدة قد ايه؟ طبعا احنا عشان في الشتاء بنات مش اقل من ساعة. ممكن تولعي اللمبة بتاعت الفرن وتسيبيها وتقربيها منه كده وتسيبيها تخمر. اللمبة ما تولعيش الفرن، اللمبة بتاعت الفرن ممكن تحطيها في مكان دافي. هنغطيها، وبعد مرور الساعة هتبدأ تخمر. هنبدأ بقى ننزلها، هنحطوها كده على شوية دقيق بسيطة، ونعملها رول زي ما انتوا شايفين، ونقطعها قطع. قد ايه يا بنات القطعة؟ بصوا زي السفندية كده. تمام. انا هقول لكم دلوقتي بالميزان، لو حد عنده ميزان وعايز يعملها بالتفاصيل هقول لكم قد ايه. بصوا هنقطعوها كده. هتعمل كام قطعة الدقيق ده يا بنات؟ اللي هو ال3 كوبايات دي هيعمل قد ايه؟ هيعمل
16 قطعة. هيعمل قد ايه يا بنات؟ 16 قطعة. بصوا شايفين القطعة قد الايه السفندية، او بالميزان 42 42 وزنها يعني 42. هنبدأ نكورها كده وهنحطها في صينية مدهونة سمنة يا بنات. ماشي، احنا خلاص هنكورها وهندخلها الفرن على طول. ايه ده، هي مش محشية؟ هنحشيها بس بعد ما تطلع من الفرن. اولا الشوكولاتة مش هتنشف جواها وهتبقى سايحة ودايبة، هتشوفوها دلوقتي معايا. هنبدأ كده نعمل كل كورة 42. ماشي، وزنها 42 او على قد السفندية الصغيرة زي ما انتم شايفين. بصوا عملت قد ايه، عملت 16 واحدة. هنسيبها تخمر تاني بتاع ربع ساعة يا بنات، لغاية لما تضيف حجمها حاجات بسيطة. شايفين يا بنات؟ واحنا سايبينها بعيد عن بعض عشان ايه ما تلزقش في بعض. هنبدأ ندخلها الفرن على اعلى درجة حرارة. ما يكونش بارد، الفرن يكون متسخن قبليها. اول ما هتطلع زي ما انتم شايفين كده هنجيب معلقة زبدة او معلقة سمنة وندهن الوش كده. شايفين يا بنات؟ دهنا الوش كده عشان يدينا اللمعة اللي احنا عايزينها. بصوا طرية ازاي وهشة ازاي، شايفين؟ بصوا افتح لكم واحدة كمان، هي طبعا سخنة جدا. شايفين بعد ما هدت شوية؟ بصوا، وبعد ما تبقى بصوا هشة ازاي يا بنات، وطرية كده وجميلة بجد يا بنات، هتعجبكم قوي. ومن احسن المعجنات اللي عملتها. شايفين الطراوة بتاعتها والهشان وهي لسه سخنة. طبعا هتغطيها في فوطة اول ما تطلع، وبعد ما تحط لها قولوا معايا يا بنات، هنحط لها السمنه نغطيها شويه عشان تهدى. بصوا هنبدا نعمل لها فتحات ونعمل لها ايه، صوص بقى شوكولاته، اي صوص شوكولاته عندك هتبداي ايه تحشي بيها. انا هنزل لكم فيديو تاني انا عملت صوص الشوكولاته ده ازاي. شايفين سايح كده وازاي؟ بصوا يا بنات بجد بجد هتعجب الولاد جدا وهتعجب كل اللي هياكلها. وريحتها خطيره وبجد هشه، جربيها مش هتندمي. وعلى ضمانتي قوامها مظبوط جدا. وممكن تخزنيها قبل ما تحشيها، تحطيها في الفريزر، وقت ما تحتاجي تطلعيها. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد ووصفات تانية. باي باي، مع السلامة.